السلام عليكم حبايبي الصف الرابع. النهارده ان شاء الله باذن الله هحل معاكم الاسئله بتاعه الدرس التاني اللي هو احنا فاكرينه ولا انتوا نسيتوه. الدرس التاني اللي بيتكلم على الحقيقه والراي، وبيتكلم على المصادر الاوليه والمصادر الثانويه، وبيتكلم على قناه السويس الجديده وقناه السويس القديمه، وبيتكلم على قناه سيزو ستيلز. قبل ما نبدأ أحل معاكم الأسئلة، المرة اللي فاتت شرحت معاكم الدرس بس نسي يعني عدى من علينا إن احنا نشرح اللي هي الجزئية بتاعة المفروض ازاي أقيم مصادر المعلومات. فخلينا نرجع نقولها بسرعة ونبدأ نحل مع بعض الأسئلة. احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان انا عندي نوعين من المصادر، مصادر اولية ومصادر ثانوية، وقلنا الفرق ما بينهم بسيط جدا، ان المصادر الاولية هي اللي عصرت الحدث، اما المصادر الثانوية هي اللي المفروض اتكتبت بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث. طب ازاي انا اقدر اعرف ان المصادر بتاعتي دي اذا كانت صحيحة والمعلومات اللي فيها صحيحة او لا؟ المفروض ان انا لما عند قراءة اي نص يجب التاكد من صحه المعلومات. يعني مش المفروض ان انا اي حاجه بقراها ان هي تكون صحيحه، لازم اكون متاكد من الحاجه اللي انا بقرا منها. طيب، فاول حاجه عندي ايه؟ واحد، معرفه من هو المؤلف. لازم اكون عارف مين المؤلف اللي كتب. مش اي حد يكتب اي حاجه كده المفروض ان انا اصدقه. مؤلف لازم يكون مصدر ثقه بالنسبه لي. تاني حاجه، المؤلف ده ماله؟ هل شارك في الحدث او عاصر وقت حدوثه، ولا هو بيكتب من دماغه، ولا هو رجع لمصادر تانية؟ رقم ثلاثة، هدف المؤلف ده ايه؟ عايز يقنعني بفكرة عنده، ولا هو متأكد فعلا من المعلومة وبينقلها لي، ولا ايه الهدف بتاعه؟ طيب، رقم أربعة، هل هدف تزويده بالمعلومة ان هو عايز يديني معلومة، ولا عايز يقنعني بفكرة هو في دماغه؟ فدي حاجات لازم اتحرى فيها الدقة، واكون ايه، متأكد منها وعارف. يبقى أول حاجة عندي معرفة من هو المؤلف. طب اتنين، هل المؤلف ده شارك في الحدث أو عاصر وقت حدوثه؟ طيب تلاتة، هدف المؤلف إيه من النص؟ هل هدفه إن هو يزودني بمعلومة، ولا عايز يقنعني بفكرة؟ فطبعا دي المفروض السؤال هنا بيجي بيقول كيف تقيم مصادر معلوماتك. ادي السؤال وادي الإجابة، واحد اتنين تلاتة أربعة. انا كده قلتها، يلا مع بعض بسرعة نحل الاسئلة. السؤال الاول معايا هنا بيقول لي ايه؟ اكمل العبارات الاتية مستخدما بنك الكلمات. ايه هو بنك الكلمات؟ ده بنك الكلمات مديني كلمتين، ايه هما؟ اول كلمة عندي الموسوعات، وتاني كلمة النقوش. طيب بيقول لي ايه؟ احد المصادر الاولية التي يمكن الاستعانة بها لدراسة التاريخ. اولي يعني ايه؟ يعني معاصر للاحداث. معاصر للاحداث يبقى اكيد الايه؟ النقوش. اكيد النقوش. طيب، رقم اتنين عندي بيقول لك صح وغلط. بيقول لك ايه اللي صح وغلط؟ السؤال التاني عندي بيقول اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة الغير صحيحة. واحد عندي بيقول النقوش على الجدران، المعابد والوثائق الرسمية من المصادر الأولية. النقوش ووثائق رسمية، يبقى النقوش دي حاجة من زمان، يبقى هي كانت معاصرة للحدث، فطبعا صح. الموسوعات والمقالات من المصادر الأولية. أنا في عندي نوعين من المقالات، فهي دي اللي تشككني في العبارة. عندي نوعين من المقالات، مقالات معاصرة للحدث، ومقالات كتبت بعد مرور الحدث بفترة طويلة. بس ايه اللي عندي بيشككني في الموضوع هنا؟ كلمة الموسوعات. الموسوعات دي مصادر ثانوية وليست مصادر أولية، فطبعا الإجابة هنا خطأ. رقم ثلاثة، كتاب مصر الحديثة يعتبر أحد المصادر الأولية للحصول على المعلومات. الكتب من المصادر الأولية ولا الثانوية؟ الكتب مصادر ثانوية وليست أولية. تقع مصر في قارة أفريقيا، تعبر هذه العبارة عن وجهة نظر. وجهة نظري إيه؟ يعني هي مثلا ممكن تقع في أفريقيا وممكن تقع مثلا في آسيا؟ لا طبعا، دي حقيقة، هي فعلا بتقع في قارة أفريقيا، فدي حقيقة خلاص مفيش فيها وجهة نظر، يبقى دي صح. تمتلك مصر العديد من الموارد الطبيعية المتجددة. هذه العبارة حقيقة؟ اه، حقيقة طبعا، لأن هي مش رأي، ودي حاجة مؤكدة. يجب علينا، يبقى دي صح. يجب علينا تحري دقة المعلومات قبل نشرها، ولا المفروض أي حاجة بسمعها بنشرها كده وبقولها للناس؟ لا طبعا، المفروض إن أنا أتحرى الدقة
فيجب علينا فعلا تحري دقة المعلومات قبل نشرها. صح. السؤال اللي بعده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أول سؤال عندنا هنا بيقول إيه؟ عند كتابة بحثا مهما عن أهمية موقع مصر نستخدم أحد المصادر السنوية، يا ترى إيه؟ أفلام ولا برديات ولا وثائق ولا كتب؟ هو مصدر ثانوي. إيه هي من المصادر السنوية؟ الأفلام ليست مصادر سنوية، ولا البرديات ولا الوثائق. إيه المصادر السنوية عندي؟ الكتب. أحد المصادر السنوية، البرديات ولا الوثائق ولا النقوش ولا الموسوعات؟ الموسوعات. المعلومات التي تم التأكد من صحتها هي متأكدة منها 100%، حقائق ولا آراء ولا خيال ولا معتقدات؟ حقائق. بلغ عدد سكان مصر حوالي 94 مليون نسمة عام 2017. تعبر هذه العبارة عن رأي ولا خيال ولا حقيقة ولا ادعاء؟ حقيقة. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي أجب عما يأتي. خلينا نشوف ايه الأسئلة. هنا بيقول لك ما أوجه الشبه، اكتب وجه التشابه والاختلاف واحد بين المصدر الأولي والمصدر الثانوي. أول حاجة المصدر الأولي إيه هو؟ هو كل ما تم نقشه أو تدوينه من قبل أشخاص عاصروا الحدث أو شاركوا فيه. المصدر الثانوي هي كل ما تم نقشه أو تدوينه. يبقى أنا هنا التشابه عندي إيه؟ التشابه إن هما الاتنين هي كل ما تم تدوينه. طب إيه الاختلاف؟ الاختلاف عندي إن المصدر الأولي معاصر للحدث، أما المصدر الثانوي كتب بعد مرور زمن طويل من الحدث. ده الاختلاف. طيب بيقول لي هنا اكتب تفسير واحد لأهمية قناة السويس. أبسط الأمور زيادة أهمية مصر الاقتصادية بين دول العالم. ما النتائج المترتبة على حفر قناة السويس الجديدة؟ مين اللي فاكرهم؟ واحد، تقليل مدة السفر ما بين آسيا وأوروبا. إيه تاني؟ تقليل مدة السفر. وإيه كمان عندنا؟ وإيه كمان مين اللي فاكر؟ مرور زيادة الحمولة وزيادة عدد السفن والسماح بمرور السفن في الاتجاهين وتقليل مدة سفر السفن من 20 ل 11 ساعة. كل دي من النتائج المترتبة على حفر قناة السويس الجديدة. طيب بيقول لك صوب. يعني ايه صوب؟ انا مش فاهم. صوب يعني صحح. تعد الكتب والموسوعات من المصادر الأولية؟ لا طبعا، من الثانوية. اكتب تفسير واحد لضرورة الاعتماد على الحقائق في اتخاذ القرارات. لأن الحقائق مالها؟ هي المعلومات التي تم التأكد من صحتها. أنا ما عنديش فيها نقاش، خلاص هي صح. فما مش هقدر إن أنا أعتمد على الآراء. ليه؟ علشان الآراء قد تكون صح أو خطأ، لكن الحقائق هي معلومات تم التأكد 100% من صحتها. نكمل مع بعض هنا الأسئلة هنا اللي هي تدريبات سلاح التلميذ على الدرس التاني. أول سؤال عندك بيقولك أكمل تربط قناة السويس بين البحر الأحمر والبحر. طيب رقم 2 عندي كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل. مصدر ايه؟ ثانوي. برافو. تعد موسوعة. الموسوعة تاريخ مصر مصدر. الموسوعات مصادر ثانوية. طب بردية إبرس في الطب تعتبر مصدر. البرديات مصدر أولي. الأفلام التسجيلية التي التقطت أثناء الحرب العالمية الثانية من المصادر. أفلام تسجيلية يبقى مصدر أولي. طيب المعلومات أو الأحداث التي تم إثبات صحتها والتأكد من دقتها تسمى حقائق. التعبير عن وجهات نظر حقيقية قد تكون صحيحة أو خاطئة تسمى آراء. طيب هنا اكتب كلمة صواب أو خطأ. تم حفر قناة سيزوستريس في عهد الملك خوفو. لا طبعا خطأ. في عهد الملك مين؟ سنوسرت الثالث. حفرت قناة السويس بسواعد فرنسية. لا طبعا مصرية. تعد النقوش على جدران المعابد. جدران معبد الكرنك مصدر أولي. طبعا لأنها معاصرة للحدث. الكتب والموسوعات تصنف مصادر أولية. لا طبعا الكتب والموسوعات مصادر ثانوية. لوحة مينا مصدر أولي. أيوة طبعا لأن هي كانت معاصرة للحدث. الأسكندرية أجمل المدن الساحلية تعبر عن حقيقة. لا طبعا رأي وليست حقيقة.
يبقى حفر قناة السويس هنا هنقول في عهد الملك خوفو، دي خطأ. خطأ. حفر قناة بسواعد مصرية بسواعد فرنسية طبعا خطأ. النقوش مصدر أولي، صح. الكتب والموسوعات مصادر أولية، خطأ. لوحة مينا مصدر أولي، صح. الإسكندرية من أجمل المدن الساحلية، حقيقة، خطأ. طيب آخر حاجة معايا هنا بيقول لك حفرت قناة سيزوستريس في عهد الملك مين يا ترى؟ مين اللي فاكر؟ سنوسرت الثالث. حفر المصريين قناة السويس تحت إشراف مين؟ الفرنسي. أحد المصادر السنوية للمعلومات، ثانوي وليس أولي. الخطابات ولا النقوش ولا البرديات ولا الكتب؟ الكتب. مصدر من المصادر الأولية، الكتب ولا الموسوعات ولا الأبحاث ولا البرديات؟ البرديات. أثناء إجراء بحث يمكن الاعتماد على مصادر ثانوية، منها المخاطبات، البرديات، النقوش، الموسوعات. نهر النيل أطول أنهار العالم، حقيقة ولا رأي ولا ادعاء ولا خيال؟ حقيقة. آخر حاجة معانا في الأسئلة بيقول لك صوب ما تحته خط. تربط قناة السويس بين البحرين، البحر المتوسط والبحر الأحمر. تعد لوحة مينا مصدر من المصادر الثانوية؟ لا، الأولية. تعد الأبحاث التاريخية من المصادر الأولية؟ لا، الثانوية. تم حفر قناة السويس تحت إشراف مهندسين ألمانيين؟ لا، خطأ، فرنسيين. وكده احنا خلصنا الأسئلة كلها مع بعض. اللي عنده أي سؤال مش عارف يحله ممكن يكتب لي، وأنا إن شاء الله بإذن الله أرد عليكم عادي في الكومنتات.